أدرك ما خادجة. خادجة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. احنا نتكلموا على الزواج بمناسبة الزواج، لأن احنا كما قال العلماء الشيء بالشيء يذكر ولكل مقام مقال. هذه الزفاف نتكلموا على الزفاف باش نعرفوا الزفاف الإسلامي شنو هو، كيفاش كيكون وما غايته وما معنى الزفاف، ما معنى الزواج، علاش كنتزوجوا، اش من فايدة في هذا الزواج؟ ماشي غير باش نلبيو واحد يعني واحد الشهوة جنسية فقط، لا، هناك ما هناك في هذا الزواج. إن من سنن الله في الكون هذا الزواج، كل شيء كيتزوج، البقر كيتزوج، الحمير كيتزوجوا، الفيران كيتزوجوا، البغال كيتزوجوا، كل شيء كيتزوج، ولكن الفرق ما بين الزواج والزواج سبحان الله. فالحبيب المصطفى رسول الله اثنى على خديجة من النساء اللي ذكرهم التاريخ، نساء لم يذكرهن التاريخ بسوء، ذكرهم بالعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم معنى الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. 4 العيالات اللي جاءوا في العالم في الدنيا كمل عقلهن وزينهن، عقيدة وأخلاق ومعاملة وصفات هلم جرى. اللب النساء الأولى منهم آسيا بنت مزاحم زوج فرعون، والثانية مريم وما أدرك ما مريم أم المسيح، مريم بنت عمران البتول رضي الله عنها، والثالثة خديجة بنت خويلد زوج محمد، والرابعة فاطمة وما أدرك ما فاطمة بنت محمد بنت خديجة بنت الأسرة النبوية، عائلة نموذجية، بنت القرآن، بنت العقيدة، بنت الجهاد، أم الحسن والحسين التي قال فيها الحبيب المصطفى رسول الله جوجت خير النساء لخير الرجال، جوجت فاطمة لعلي وما أدرك ما علي وما أدرك ما علي. حتى جاء في الحديث كيرويه ابن كثير في البداية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى 3 مشتاق لهم الجنة، كتنتظروا 3 الرجال، 3 النماذج، 3 الأساتذة، 3 العلماء، 3 المجاهدين، 3 العظماء، 3 من هم يا رسول الله؟ قال فيهم الأول سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة وما أدرك ما سلمان، والثاني عمار بن ياسير ابن سمية أول شهيدة في الإسلام، سمية رجل نسوية قتلها أبو جهل بالحربة، كتعرفوها راكم القصة ديالهم كتعرفوها، والثالث علي وما أدرك ما علي. 3 مشتاق لهم الجنة. واش كنفكروا في الجنة ولا لا؟ ولا ناسي الجنة؟ مشتاق لهم الجنة. إن الجنة لا تشتاق إلى 3 سلمان، عمار بن ياسير، علي بن أبي طالب وما أدرك ما علي. سلمان الفارسي الله أكبر ولله در الشاعر حيث قال لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب. رفع الإسلام، رفع سلمان رجل الجنة الباحث عن الحقيقة، رفعوا الإسلام، رفعته العقيدة، رفعوا القرآن اللي سمعنا اليوم، رفعوا القرآن، رفعوا الكتاب. معنى رفعوا القرآن ماشي اركب فوق الكتاب وطلع به، لا، رفعوا تطبيق القرآن، رفعوا العقيدة، رفعوا عقيدة القرآن، أخلاق القرآن، صلاة القرآن، عمل القرآن. كان سلمان يمشي وراء القرآن، وفق القرآن، حياته كلها وفق القرآن على شاكلة محمد رسول الله رجل القرآن. محمد رسول الله رجل القرآن. سئلت عائشة في الحديث الصحيح قالوا لها يا عائشة كيف كان خلق رسول الله؟ اش قالت لهم يا سيدي؟ كان خلقه القرآن. يا أمة القرآن، ونحن اليوم أسائلكم خلقنا خلق القرآن؟ شتانا بين الثرى والثريا، شتانا بين القرآن، وين غير كنسمعوه ونبوسوه ونتبركوا به. بي القرآن كلام الله صافي عندك كتير. بي ما تقرب، ما نقربوه. وراه سيدي القرآن ما خصوش يتباس، بارك عليه يتباسي، نعم كلام الله، ولكن خصو التطبيق. وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم. القرآن بوتول احترموه، نعم إنه كلام الله. قال فيه المولى تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وسماه الله روح القرآن، عبر عليه بالروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روح. أي الإنسان اللي ما فيش القرآن ميت. ميت معناه ما فيش القرآن، ما كيطبقش القرآن، ميت. وعدد الأموات اليوم دير معايا الستيلو والورقة ونخرجوا للشارع نقول لك ها واحد اثنين بلا تحسب، دير كم يطنس عمر بالأموات. كاين شي دليل؟ نحن أمة نحن أموات إلا من رحم ربك وقليل ما هم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا يا أمة القرآن، استجيبوا لهذه الليلة، ديروا الليلة على هذه الشاكلة، فيها القرآن يتلى، فيها القرآن يتفسر. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صافي. ذاك العرس راه غاضب عليه رب العالمين ما يكونش فيه الكلام بحال هكا، كون على يقين نقولها بصراحة بملء فمي، اللي بغى يطير له يطير له. العرس إلا ما يكونش هكا، أو العقيقة أو الحفلة ما يكونش فيها كلم طيب معقول مفيد الناس تستفد، تنوض للتطبيق وتخرج من حيز الكلام إلى حيز التطبيق، راه الله غاضب عليه. نحن أمة دليل. ما كنتكلم الا قلت لكم شي كلمه اللي قلتها انا ضربها لي علاش، وراه فيكم تبارك الله العلماء، فيكم الاستاذ، ماشي انا غادي نقول لكم، راه كل واحد فيكم يقدر يقول هذا الكلام هذا. ها حنا الدين ديالنا ماشي ديال طبقه معينه او مغلى، لا لا لا، كلنا مسؤولين، كلنا نتكلموا هذا الكلام، كل واحد منكم اللي زرتو كيخصي يجلس هنا ويقول هذا الكلام احسن منه. نعم خذ بالك. ها لا خير في كتم مجهوم، لا خير في العرس ديالو، يبغي تفسرها دابا، لا خير في العقيقه، في الوليمه، في الطهاره، لا غير كاتب داك الناس كيجمعوا قالوا قيلوا قالوا قولوا قالوا النميمه والغيبه، قال لك 4 غضبان عليها. اذا كنتي عاقل وكنتي رجل القران وكنتي مؤمن، خص هذه الامور تكون هي الموازين ديالك الثلاث، تتقضي نحبك، تتقضي نحبك، تدخل من الدنيا، تدخل من الدنيا، تكون هذه هي الموازين ديالك، هذا الميزان. اي مجلس جلستي فيه ايوا شوف اش داكشي فيه كلام طيب، نعم، نستفد، نعم، نفيد، نعم، صدقه خاضعه عن ميزان الشرع على هذه الشاكله، عقيقه وليمه، نعم، اصلاح بين الناس، نعم، معروف، نعم، ما كانش ايوا عليك بالايه الاخرى هي قدامك، ولا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. صافي بعد الذكرى ذكر، قبل ما الذكرى ما داكش بحال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. بالك اللي ما يقبلش القران راه جاهل، اضل من حمار ابيه، اضل من حمار ابيه، بدليل القران. نتكلموا الا بالقران في هذه الليله، هذه الموعظه هي ديال القران، ما نقول لك لا قال البروفيسور ولا قال الاستاذ ولا قال العالم ولا قال العبقري ولا قال الله قال رسول الله.